عايز اضخم بس العيب في الميزانيه يا كوتش. بسيطه يا كابتني، الموضوع سهل جدا. اول خرافه احنا محتاجين نكسرها في عالم كمال الاجسام اللي انت محتاج 3 جرام لكل كيلو من جسمك من البروتين. دي خرافه ما حدش محتاجها، حتى الناس اللي بياخدوا سترويد وعندهم امتصاص عالي جدا للبروتين مش بياخدوا برضو ال 3 جرام دول. فاول حاجه محتاجين نعرفها اللي انت على الاقل عشان تبني عضلات محتاج جرام واحد بس لكل كيلو من جسمك. اغلب الدراسات بتقول كده. فبالتالي لو انت وزنك 70 كيلو او 80 كيلو فكل الحوار مختصر في 70 جرام او 80 جرام من البروتين، واللي هقول لك تدخلهم ازاي. تاني مشكله لو انت عايز تضخم انك مش بتقدر تاكل كتير، فهنا هتروح الصيدليه وتجيب حاجه اسمها حبوب الخميره. حبوب الخميره رخيصه جدا وفي نفس الوقت هتساعدك ان انت شهيتك تبقى مفتوحه وتدخل عدد وجبات اكتر، لان فكره التضخيم عامه بتكون زياده السعرات الحراريه واللي انت تاكل كارب اكتر، يكون عندك طاقه اكتر تخش تشيل اوزان اكتر. ده بالنسبه للتضخيم. النقطه الثانيه المهمه جدا، ايه العناصر الغذائيه اللي فيها بروتين رخيص؟ عندك اول حاجه يا سيدي، عد معايا وهقول لك الكلام ده باللهجه المصريه